السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير بالمصري. معاكم احمد فتحي. قبل ما نخش في محتوى الحلقه صلى على النبي كلنا. حلقتنا النهارده حلقه خفيفه كده ومنتج لذيذ وهيعجبك ان شاء الله. قبل ما نبدا حلقتنا النهارده سبونسرد باي جنرال برو، هم باعتين لنا المنتج ده وهو ديجيتال لايت او ديجيتال ليد لايت من شركه ديجيتال فوتو. اللي ما يعرفش الليد لايت او البانل او الحاجات الصغيره دي، هو ببساطه نور او اضاءه ليد تبقى حجمها صغير، في احجام متفاوته، في احجام صغيره واحجام كبيره، وفي تيوبس او اللي هي زي اللمض الطويله دي، وفي شركات كتير بتعمل الموضوع ده او الليدات دي. فشركه جنرال برو بعتين لنا شاكرين الليد لايت الصغير ده من شركه ديجيتال فوتو عشان نعمل له ريفيو واعرفكم عنه اكتر. مبدئيا استعمال الحاجات دي بيكون ازاي؟ خلينا نعمل انبوكسنج، واحنا بنعمل انبوكسنج نقول عن استعمالاته. نفتح العلبه كده بسم الله. التغليف بتاع الشركه كويس، نعمل كده بسم الله. طبعا العلبه التغليف او المنتجات اللي في العلبه او الحاجات اللي في العلبه مش كتير قوي، عشان هو منتج صغير وما فيهوش اي اكسسوارز كتير. الكتيب كده صغير زي المنتج ده، فيه يعني ازاي تستعمل المنتج، وهو استعماله سهل جدا مش محتاج كتيب، يعني انا هقول لك ازاي تستعمله في الفيديو ده. وهنلاقي بعد كده الليد نفسه، وهنلاقي بعد كده تحت العلبه او تحت المكان اللي كان فيه الليد هنلاقي واصله التايب سي اللي بتشحن الاضاءه بتاعتنا او الليد. شيل العلبه دي على جنب كده. ده محتويات العلبه بتاعتنا او المنتج اللي معانا النهارده، وهو الديجيتال فوتو ليد لايت اللي اسمه W64RGB. اسمه علبه اهو W64RGB. RGB ترمز الى ريد جرين بلو، احمر اخضر ازرق. فهو الليد ده فيه الوان كتير هنتكلم دلوقتي عنه، بس خلينا نقرا اللي على العلبه من ورا عشان تبقى برضه عارف ايه اللي مكتوب على العلبه او مواصفاته المكتوبه ايه. اسم الليد W64RGB من شركه ديجيتال فوتو. السي ار اي، واللي يفهم في تصوير الفيديو فهو اختصار لكلمه كبيره ما علينا منها، هي نقاء الضوء الابيض اللي خارج من الليد او مصدر الاضاءه ده. فده كل ما كان فوق ال 90% كل ما كان الموضوع ده او الاضاءه دي نقيه او الابيض بتاعها ابيض نقي. فالسي ار اي بتاع الليد ده هو 95 فيما فوق، فده معناه ان هو اضاءته نقيه وفعلا صافيه وتنفع للتصوير الفوتوغرافي، مش زي اللمض بتاعت البيت العاديه. كلر تمبرتشر او حراره الاضاءه او حراره الالوان عندك من اول 2500 كلفن ل 9000 كلفن. طبعا لو انت بتصور فيديو او فوتو فانت عارف الكلفن، مش محتاج ان انا اعرفك عنه. وبيتشحن بتايب سي، الانجل بتاعته او الاضاءه بتاعته زاويتها لحد زاويه منفرجه 120 درجه. زي ما قلنا الليد اهو بكل بساطه هو ما فيهوش زرار كتير اصلا. شيل الوصله دي على جنب دلوقتي. كل اللي في الليد ده هو بالظبط زرار واحد، هو زرار الباور بتاع الليد، واللي بيغير بين المودز بتاعته اللي هم 3 مودز وهنتكلم عنهم دلوقتي. وفي من الجنب هنا في زي بكره صغيره عشان نغير بيها قوه الاضاءه، نعلي القوه او نقلل القوه، وفي بكره ثانيه عشان نغير بيها بين درجه الالوان وبين كل مود في دور معين للبكره دي. يعني في مود هنغير منه درجه اللون من البكره دي، ومود تاني نغير منه حاجه ثانيه. فخلينا نخش مود. مبدئيا دوس على الزرار دوسه مطوله هيفتح معانا الليد. فتح معانا الليد. طبعا زي ما قلنا في 3 مودز مبدئيا كده او سريعا. ال3 مودز ايه هما؟ مود بيخلي الاضاءه معاك يا ابيض يا اصفر، بيلعب في الكلفن فقط، يعني بتلعب في الاضاءه بتخلي الاضاءه معاك يا اما صفراء يا اما بيضاء. وبالمناسبه ده المود اللي هو اول مود بتفتح عليه الليد. كده احنا على اعلى باور للليد ده. طبعا هو مش باين تاثيره عشان انا مشغل الهيد اللي بصور بيه. ممكن بقى في المود ده من البكره الثانيه اغير في كلفن بتاع حراره اللمبه. ممكن اخلي اضاءه بيضه قوي زي كده كلفن 9000. ممكن اقعد ادوس على البكره دي لغايه ما ينزل الكلفن لحد 3000 او 2500. وهنا بخلي اضاءه، بص بتصفر ازاي معايا، تخلي اضاءه مصفره او ورم. في ناس بتحتاج ده في التصوير عادي. المود الثاني هندوس دوسه واحده فقط على الزرار، دخلنا على مود الار جي بي. بالمناسبه المود ده بتغير منه الالوان زي ما انت عايز. ممكن دلوقتي برضو نفس الزرار ده هو باور الاضاءه، انا عاملها 100% عشان تشوفوا التاثير. هنا على اللون الاحمر مثلا اقدر ان انا انزل البكره دي كده. على فكره البكره دي يا جماعه سوسته، مش بتلف، انا بدوس عليها بس هي بتلف معايا سوسته كده. اغير اللون بتاعي ودرجته. دلوقتي داخل على الاصفر او على الاخضر. بص انا مش عارف انتوا شايفين كويس ولا مش شايفين. بص داخل على تركواز. تقدر تغير في اللون زي ما انت عايز، زي بص معاك من اول الاحمر لحد البينك. وبالمناسبه عامل لك هنا درجات ورا عشان يقول لك انت على انهي درجه في الشاشه دي بتوصل للون ايه. لو انت عايز لون معين تعرف تجيبه بالدرجات من هنا. عامل لك زي جايد ورا كده. طبعا شايفين الاضاءه دي اضاءه زرقاء اهي، دي في الار جي بي.
المود التالت بقى واللي هو لذيذ شويه وينفع في حاجات كتير ممكن تعملها وانت بتصور فيديوهات، هو المؤثرات البصريه. الليد ده فيه 15 مؤثر بصري. يعني ايه مؤثر بصري؟ ما هو مش بينور بس. يعني ايه مؤثر بصري؟ يعني خلينا مثلا المود الاولاني ونقول مثلا مود عربيه البوليس. في مود مثلا لعربيه الاسعاف، لو انت محتاج تعمل مشهد في عربيه اسعاف داخله عليك او جايه عليك تقدر تستعمله وهيديك تاثير اضاءه عربيه الاسعاف. ومود تاني مثلا زي البرق، او لو انت بتصور مشهد فيه مطره ورعد وبرق، فهو الليد نفسه بتديله المود ان انا عايز برق، يبتدي يعمل زي ضربات او رعشات كده كأن في برق بره او من الشباك. في مود تاني بقى زي الفاير ووركس او الاعمال الناريه او الالعاب الناريه، ان انت ممكن تقف تتفرج عليها في الاحتفالات، بتكون في السماء ضربه، لو انت باصص في السماء لفوق بتلاقي الاضاءه بتنور عليك بالوان الالعاب الناريه، فبيديك نفس التاثير. لو انت ملاحظ كده هو بيغير الوان كأن في العاب ناريه بتضرب في الجو. طبعا معاك 15 مود من دول زي ما قلت لك، طبعا حاجات كتير يعني ممكن تستعمل منها وممكن ما تستعملش، استكشف ال 15 مود زي ما انت عايز. انا اديلك بس امثله عشان ما اطولش عليك. وعندنا زي ما قلنا الثلاثه مودز، مود اللي هو بيخلي الكلفن بس نلعب فيه، اللي هو يخلي اضاءه نقيه ابيض او يخليها اصفر وورم او كولد. عندنا مود اللي بيخليك ار جي بي تلعب في الالوان تجيب اي لون انت عايزه. عندنا مود اللي هو بيديك اكتر من تاثير بصري، كان عربيه بوليس، عربيه اسعاف، كان في فلاش بيضرب في وشك كمشاهير، كان في رعد في الجو، كان في كذا حاجه يخدم المشهد بتاعك لو انت مصور فيديو تحديدا. الجميل في الليد ده كمان ان في عندنا هنا في الجنب في مكان ممكن اركب فيه ليد تاني زيه، وفوق مكان اركب فيه ليد تاني زيه، ومكان هنا اركب فيه ليد تاني زيه، بحيث لو انا عايز مثلا حاجه قويه او عايز 4 ليدات مع بعض. ممكن اركب هنا مايك لو انا بشغل ده على الكاميرا، ممكن اركب هنا شاشه لو انت مشغل شاشه على الكاميرا. المكان بيركب فيه اي حاجه زي الهوت شو بتاع الفلاش وبتاع التريجر وبتاع المايك وبتاع اي حاجه بتركب في الهوت شو بتاع الكاميرا. ممكن تحط في الجنب هنا او تحط في الجنب هنا او تحط في الجنب فوق هنا، في اي مكان انت عايزه هتركب الحاجه دي. حاجه جامده قوي في الليد ده انه فيه مغناطيس من ورا. شايف المغناطيس ده ليه؟ المغناطيس ده عشان تتزوق على اي سطح معدني لو انت معكش ستاند او انت في مكان مش هينفع تستخدم فيه ستاند. عادي جدا اقوم انا عامل كده جايبه اقوم لازقه على اي ظهر معدني، سلم حديد، عربيه، اي حاجه فيها مغناطيس ينفع يلزق فيها، ده في ظهره فيه المغناطيس. وفي من تحت هنا المكان اللي بيركب برده على الكاميرا او يركب على ستاند، وفي هنا سكرو او المسمار الالوز اللي ممكن يركب مكانه على اي ماونت بيركب فيه مسمار الالوز ده، زي الترايبود او زي الاستندات العاديه اللي فيها مكان الالوز ده. يعني هتركبه في اي حته هيرفع معاك على اي حاجه، حتى لو على كاميرا او مش على الكاميرا. هل ينفع استعمله كي لايت او ايه تاثيره لو انت تستعمله في القناه عندك او هيستعمله في ايه؟ خلينا نشوف كده ينفع كي لايت ولا مش هينفع. دلوقتي انا طفيت الليد او الاضاءه بتاعتي اللي انا بصور بيها وشغلت الليد فقط بس، ومعايا الباك لايت اللي انا مشغله ورايا ده عشان الكاميرا تعمل فوكس عادي، ومشغل الليد على اعلى قوه اللي هي 100% وكلفن 5600 على اول مود. وخلينا نقول ان هو كي لايت، فالموضوع هيكون صعب ان المصدر الاضاءه ده صغير ومش قوي كفايه. يعني انا ما رضيتش اغير في اعدادات الكاميرا عشان انا ممكن اخليها نفسي منور بس اعلي ايزو والكلام ده، بس خليت نفس الاعدادات اللي انا بصور بيها. فممكن يبقى كي لايت لو انت مزنوق فيه قوي بره او بتصور بالموبايل ومحتاج اضاءه قدامك او حاجات زي كده، ممكن يعني هو كي لايت هيبقى الموضوع صعب بيه شويه. انت ممكن تستعمله او ممكن تستعمله في التصوير كريم لايت. انا قفلت كل حاجه عشان تشوف تاثيره هو، بس ان هو مجرد بس بيرسمني من الجنب او يعمل زي فيل لايت بسيط من الناحيه دي، او ممكن استعمله كفيل لايت من الناحيه دي، حاجه بسيطه بس كده يدي ضوء بسيط لو انا مشغل الاضاءه دي بزاويه قريبه من الشمال شويه، انما دلوقتي انا مشغل الاضاءه دي مثلا موجهه ليا. طبعا لو معايا ستاند تاني او معايا ستاند اللي هو بيبقى بزاويه افقيه كده، ممكن استعمله كهير لايت اللي هو بس يبقى فوقيه ينور شعري من ورا، يبقى مجرد بس يرسم الاضاءه من ورا. وممكن اجيب استعمله كباك لايت او ينور لي مصدر في الخلفيه، زي مثلا الشجره دي. يعني انا ممكن احطه على الشجره دي كده لو انا مثلا محتاج ان انا انور الشجره حاجه في الخلفيه، ممكن احطه تحت الشجره هنا انور الشجره اضاءه خفيفه، او ممكن اخليه يتوجه على الحيطه واخليه ينور الحيطه اضاءه برده خفيفه. طبعا كله راجع لسيستم او ستايل تصويرك انت ايه. انا حاليا منور المشهد كله بمصدر الاضاءه اللي انا بصور بيه، فده تاثيره مش قوي. انما تعالى نجرب كده. انا قمت بعتها من الخلفيه، طلعت مصدر الاضاءه لقدام، ما وجهتوش على الخلفيه، ولعت ورايا الليد اللي هو W64 وحطيته ورايا على ستاند زي ما انتم شايفين كده. بص انا هحطه على الستاند ازاي، وجايبه على اضاءه الزرقاء او التركواز، وحطه على الفول باور. برده الفول باور مش قوي قوي عشان انا منور المشهد او انا معلي القوه الاضاءه دي عشان تنورني، مش هاممني قوي الخلفيه. انما انا ممكن اعليها ان انا هقوم رافع ايزو من الكاميرا فتحس بالاضاءه اللي الخلفيه فهتنور الازرق ده اكتر. زي كده قللت قوه الهيد اللي بصور بيه بحيث ان انا اقل اضاءتي قوي، ورفعت ايزو عشان اخلي الكاميرا تحس بالاضاءه اللي ورايا
وعليت قوه الليد. وزي ما قلت من شويه برضو انا ممكن استعمله كفيل لايت او كريم لايت. حاطه على يميني دلوقتي بقى عامل فيل لايت، ودلوقتي بقى ريم لايت او بقى مجرد بس راسمني من الجنب، وده بيدي مود حلو قوي لو انت بتعمل حاجه دراميه شويه او عايز بس مجرد تدي تون بغض النظر عن اللون. انا بوريك ان هو ممكن يبقى ريم لايت عادي جدا وهيديك تاثير حلو، وانا ظاهره لك في المشهد عشان تشوف انا حاطه فين. وهنا انا جبته ب 45 درجه زي الهيد الناحيه الثانيه، وجبته على اضاءه بيضاء عشان يبقى زي فيل لايت عشان اختم الحلقه تبقوا شايفيني كويس. وبكده نكون عملنا ريفيو انبوكسنج للليد الدبليو 64 من شركه ديجيتال فوتو اللي بعته لنا جنرال برو. ليد وزنه خفيف، المودز اللي فيه كويسه، هينفعك في كذا حاجه لو انت مصور فيديو او مصور فوتو بس كفيديو اكتر. والمنتج فعلا يستحق الشراء، وهو مش غالي قوي على فكره، بالمناسبه هو سعره معقول. تقدر تشوف سعره وتشتريه من لينك ديجيتال برو اللي هسيبه لك في الوصف تحت الفيديو. ويا رب يكون فدتك، ولو الفيديو عجبك بعد اذنك ما تنسانيش من دعائك، وسلام.